السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ان شاء الله مع الباشمهندس عبد العاطي، وهنتكلم معاه في كذا نقطه. اول سؤال معانا، هو دلوقتي دكتور اشترى جهاز من اجهزه العلاج الطبيعي. ما بعد ذلك من ناحيه الصيانه، من ناحيه مسؤوليه الشركه، من ناحيه حاجات كتيره جدا هيكلمنا عليها الباشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بالنسبه للدكتور اشترى جهاز. طيب انت اشتريت جهاز من الشركه وخلاص اخترته. واول حاجه وانت بتشتري الجهاز، اول حاجه حاجتين فيه مهمين قوي، انك بتسال طبعا خدمه عملاء البيع مع الشركات، الناس اللي اشترت منها قبل كده، لان الشركه ليها سابقه اعمال عشان نختصر الموضوع يعني. تسال سابقه الاعمال، طب خدمه عملاء البيع عامله ايه؟ طيب الشركه انت اتفقت معاها وخلاص هتشتري منها، بتقول لهم طب الجهاز ده ليه قطع غيار؟ الكلام ده بيبقى موثق، ليه قطع غيار، الشركه بتقول لك اللي في الضمان بتاعك ليه قطع غيار، ايه حاجته، نظامه ايه، السوفت وير، كل حاجه موافقه عليها موجوده عندك، تبقى مهمه قوي. طيب المشكله بعد كده، الجهاز ده حصل له مشكله صيانه مثلا، تعطلت، حصل مشكله في الصيانه، بتبدا تتكلم معاهم. الصيانه دي ممكن تبقى عيب صناعه، وممكن تبقى المشكله دي العيب في الجهاز عيب استخدام، وممكن يبقى الجهاز وقع مثلا في حاجه تانية، او ممكن الجهاز حد لخبط في اي حاجه، استخدم زي الكرايو وحط ايده في زيت زي مناديل الكرايو. يعني ممكن تبقى حاجات معينه تبقى لخبطه، او ممكن يبقى عيب كهرباء. فلازم لما اتعامل مع المشكله اتعامل معاها كان حاجه جهاز عندك في البيت حصل له عطل، زي كان الموبايل بتاعك حصل له عطل، نفس القصه. ما يبقاش القصه ان انا اتعامل الحقوا يا جماعه انا جهازي هيقف او مركزي هيقف، لا طبعا. القصه كلها بتعامل اشوف، بتعامل مع الصيانه، والله النظام هيبقى ايه، اعمل ايه. ممكن تبقى في صيانه اونلاين، اقول لك 1 2 3 4، في كود هيتحط في اي حاجه تعالج بقى الموقف، او انك انت في مندوب هيجي لك زياره صيانه، او انك تبعت الجهاز للمركز. الحاجات دي كلها سهله، بتبدا واحده واحده مع الشركه اللي تعاقدت معاها. امور بتختلف مع بعض الحاجات، بس لازم اول حاجه تعرف انك بتتعامل مع شركه ان في قطع غيار موجوده، في متوفره، وخدمه بعد البيع بتاخدهاش من الشركه، بتاخد خدمه بعد البيع من زمايلك اللي اشتروا قبل منك وتعامل مع الشركه. دي نقطه مهمه. دلوقتي انا كدكتور هفتح في قريه، زي هفتح في الزمالك، هفتح في تجمع. طب انا لما اجيب الجهاز، انا هجمع هنا ثمنه امتى وهجمع هنا ثمنه امتى؟ فدي نقطه مهمه جدا برضه، عايز حضرتك تكلمنا فيها. انا كنت قلت قبل كده ان لما اجي اشتري، انا هفتح فين؟ هفتح مثلا في منطقه، مثلا لو هنتكلم احنا في الصعيد، انا في سوهاج. لو انا هفتح في سوهاج، هفتح في مدينه سوهاج، غير ما انا هفتح في مركز زي مركز طمة او سجولتا، او غير ما افتح قريه في مركز طمة. دي بيختلف ده عن ده عن ده. طيب المركز نفسه، المدينه نفسها، انا ممكن يجي لي اللي هيعمل جلسه، انا ممكن اجيب جهاز توكيل. فاذا جهاز توكيل هو بيجيب نتيجه، احنا بنتكلم عن نتائج خلاص معروفه، جهاز توكيل وجهاز الكبير الغالي اللي هو النظيف بيجيب نتيجه. طيب النتيجه دي انا قلت طبعا كل حاجه مره بقولها، خدمه ما بعد البيع مع زملائك مش مع الشركه. خدمه ما بعد البيع انك تسال زملائك اللي اشتروا قبل كده، مش مع الشركه. اي شركه هتقول لك ان احنا كويس انا كذا، ولكن اللي هيقول لك الصح هو زميلك اللي اشترى قبل كده، اللي جرب قبل كده. تمام. طيب النقطه الثانيه، انت اشتريت، هتشتري مثلا في مركز، في مدينه تختلف. مدينه ازاي؟ ثقافه الناس. اي حد بيروح المدينه بيلاقي نفسه لما بيشتري حتى ملابس بيشتري من اماكن براندات، لكن لما بيكون في مركز او في قريه بيشتري من ايه؟ بنحاول من سوق الجمله او كده، حاجه على قد ما نقدر عشان يمشي الدنيا. فكل واحد على حسب ثقافته. فانا ما اجيبش جهاز توكيل بنص مليون او ب 200,000 واحطه في قريه. القريه هيقول لك ايه، انا بعمل الجلسه ب 50 جنيه، انت مش هتجيب نتيجته، مش هتجيب حاجته كمالته عشان تخلصه. نفس الوقت انت لو حضرتك فتحت في المدينه، والدكتور المريض ده ممكن يكون معاه فلوس، بس لما يروح المدينه يحب يدفع فلوس في المدينه، ما ينفعش يدفع في القريه. يقول لك انا هدفع في المدينه حتى لو هو معاه فلوس. فاحنا نعمل ايه؟ انا هفتح في قريه، يبقى افتح في قريه. لذلك حتى لو تاخدها ثقافه بسيطه عامه، ما فيش مستشفيات في القرى، يبقى في وحدات صحيه. فانت ليه ما تاخدهاش بالمعنى ده ان في وحدات صحيه مش في مستشفيات؟ طب ليه ما تفتحش انت مركز بسيط فعلا تخدم اهل بلدك، ولكن بثلاثات الكترونيك، حاجات بسيطه اللي هي بالنسبه لك منها تجيب نتيجه، ولكن مع الفتره وبنفس الوقت الناس تراعي ظروفها في الاسعار، وافتح في المدينه يبقى بسعر اعلى او باجهزه اعلى توكيلات. دي اختلاف الثقافات بتاثر معاك، عشان ما تدخلش حرب مع زميلك اللي هو في القريه فاتح حاجه، انت جايب براند وهو جايب حاجه على قد الناس، فتقول انت ليه بتدفع ب 50 جنيه الجلسه؟ ليه تساله السؤال ده؟ ولا تسال نفسك انت مع الناس؟ محدش هيعترف. هو الناس عايزه الحاجه اللي بالنسبه لها تساعد معاها عشان ظروف الحياه،
لازم عشان تشتري وتشتغل لازم قلتها 1 2 3. 1 انا هفتح ايه، انا تخصصي ايه. 2 انا هفتح فين. 3 ماليش دعوه بحد، ماليش دعوه باي حد تاني. طالما فتحت بقى وجبت اجهزه ماليش دعوه بالجهاز التاني بقى، وان شاء الله حتى يعمل جلسه ببلاش. انا بتكلم عن نفسي، انا هعمل. ده الحاجه اللي هتلاقي نفسك ما دخلتش في اي سؤال ولا اي حوار ولا اي نقاش مع نفسك او مع الاخرين. كان في نقطة تانية بس كده يا باشمهندس، دايما في ثقافة المريض، احنا بنتكلم عن ثقافة المريض بتخلي آه، هو ذات نفسه انطباعه عن الجلسة مختلف. يعني على سبيل المثال، يعني هل لما اجي افتح مثلا حد يفتح عيادة يقول لك يدخل بتقله في الأجهزة، يجيب كل حاجة بحيث لما يدخل المريض يملى عينه بالأجهزة، مع ان دايما الدكتور الشاطر شطارته في ايده، المانيوال سكيلز او الهاند سكيلز هي اهم حاجة في الدكتور، دي 80% من الدكتور، باقي دي حاجات بتكمله، حاجات كويسة بس بتكمله، بس الأساس في ايده دايما. فهل مثلا شخص هيتكلم عن زي احنا بنتكلم عن النيوتريشن في النظام المطور يدخل يجيب كل حاجه لها علاقه بالنيوتريشن، مع ان البدايه بالتقييم الصحيح والخطه الصح دي كبدايتي؟ دايما بقول ان العلاج الطبيعي علاج طبيعي، يعني اي حاجه طبيعيه طبيعي اتعامل بايدي، انا اتعامل باي حاجه. انا هندسه، بس انا بتكلم على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي كعلاج طبيعي اتعامل بايدي. طب انا جبت باجهزه، ببدا الاجهزه دي كانها عامل مساعد، لذلك الاجهزه دي بخلي الاسيستنت هي اللي بتكمل. فاذا انا بخلي الاسيستنت يكمل يبقى اذا الاساس كله العلاج الطبيعي، انت التشخيص وان انا اتعامل بايدي في العلاج الطبيعي، لان ما حدش هيعمل العلاج الطبيعي الا دكتور العلاج الطبيعي. طب هنتكلم عشان اختصر الموضوع في النيوتريشن. النيوتريشن انا حتى قلتها في فيديو قبل كده، النيوتريشن بتبدا بايه؟ بتبدا بميزان ونظام غذائي. لذلك بتوع الجيم على طول لك نظام غذائي، ويجيب لك ان كان يعمل فيتنس او يعمل اي حاجه نظام غذائي، نظام غذائي وميزان. ببدا ان انا اتعامل اجيب نتيجه. طب جبت انا بعد كده ايه؟ ممكن ازود حاجه بسيطه، الكافيتيشن. اجيب كافيتيشن، جهاز كريزي، حاجات بسيطه. مش لازم أنا اجيب اجهزه كتير عشان املى عين المريض، لا ده انا بتعب نفسي، انا برهق نفسي، ده انا بعمل لنفسي لودنج قوي عليا، صعب ان انا اجمع واجيب ناس واجيب ناس شركاء معايا وعليا ايجارات ليه ده كله؟ القصه كلها ان انا اكون اساسي متاسس، يعني عندي اساس قوي ازاي احل المشكله علميا. انا نيوتريشن تغذيه، احل الموضوع بنظام غذائي صح، ميزان صحيح. بعد كده ابدا بقى بالحاجات التانيه بقى. في برضك في بعض الاعشاب نتيجه كويسه وموافق عليها وزاره الصحه حلوه بتجيب نتائج. يعني في ناس بتقول لك انا مش هقدر ان انا ايه، يعني ان انا ابقى واظب على اي حاجه. في حاجه تانيه بتقابلها الناس اللي هي الميزوثيرابي. الميزوثيرابي برضك امن مع وزاره الصحه، جايب نتائج حلوه. الميزوثيرابي جامد قوي. طبعا حسبما مش ثقافه الناس بقى دي، حسبما الفلوس بتاعت الناس. في النيوتريشن بالذات انا دايما بقول كده، النيوتريشن رفاهيه. فهيجي لك اللي هيجي هيخس خلاص، اللي معهوش فلوس اصلا مش هيتخن ليه؟ ما بياكلش. فهو بالنسبه لحضرتك الايه، النيوتريشن ده اسمه رفاهيه. يعني عايز يخس او عايز يعمل تجميله، او عروسه عايزه تعمل تجميل عشان ظروف الوقت عندها وعشان الحاجه دي، او عريس عايز يخش او حاجه في وقت اسبوع او اسبوعين، عندك الميزوثيرابي بيجيب نتائج. حل سحري جميل جدا الميزوثيرابي امانه، يعني اللي هو مرخص والحاجه الكويسه تجيب نتيجه فعليه، يعني يقال عليها حل سحري فعلا. اجهزه الكابيتيشن واجهزه القرايو واجهزه الاكسليس والحاجات، الاجهزه دي عامه في كل الشركات موجوده بتجيب نتائج. المتابعه والنظام الغذائي والحاجات دي كلها بتجيب نتائج. ما انت هتعمل نظام غذائي لازم تعمل نظام تستمر، الحاله تستمر معاك هتجيب نتيجه، ما استمرتش خلاص. دي حاجات مهمه جدا يعني. لكن هو بالنسبه بيعتمد على انك انت مش تملى عين المريض بالاجهزه، لا انت بتعمل حاجه انك تبهر المريض ان هو خس. المريض خس خلاص، النتيجه جت خلاص، خلص، مش محتاج انك تبهره بالاجهزه، هو انت ابهرته بعلمك وشكرا. صح، دايما احنا بنقول ايه، الالكترو مهم جدا، لكن هو جزء من دايره العلاج الطبيعي. بتبدا بالاسسمنت، ثم الدياجنوز، ثم المانيوال ثيرابي او المانيوال براكتس، ثم مع جزء الكتري، ثم تبدا بقى بالريهابيليتيشن. فهي جزء من دايره كبيره جدا، لكنه جزء مهم. اتشرفت جدا والله بيك يا باشمهندس، وشكرا جدا على وقتك الثمين ده، وشكرا جدا لحضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.